السلام عليكم. أنا شيماء. لو ما كنتوش بتتابعوني تابعوا قناتي. النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة وبسيطة بمكونات سهلة، موجودة عندك في كل بيت. صوابع شوكولاتة الفاخرة هتنفعك في العزومات أو مع أطفالك. هنا هجيب 2 باكو من البسكوت، أي نوع بسكوت عندك هتحطيه في المطحنة أو في الكبة أو في أي حاجة موجودة عندك. لو وصلتوا لحد هنا وبتتابعوا قناتي اعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان توصل لكم كل وصفاتي. هنا كنت طحنت الكمية كلها عندي. هنا بقى هحط عليها نص كوباية من الفول السوداني، عندي شوية محمصين وشوية حلواني، فانا هحطها كده في الكبة بتاعتي او في المطحنة. هطحنها برضو بس مش ناعم جدا، يعني هخلي فيه شوية حبيبات كده صغيرة علشان ما يبقاش ناعم جدا وما يتحولش معايا لمادة دهنية. اهو سبت فيها حبيبات ناعمة صغيرة كده. نزلت كل الكمية بتاعتي. الوصفة دي جميلة جدا ودسمة وشهية جدا وهتنفع لأطفالك. يعني بأي نوع بسكوت عندك موجود. ممكن تنفع في بسكوت المدارس لو انتي يعني في وقت المدارس، فانتي مش لو الأولاد مش بياكلوه الوصفة دي هيحبوها جدا. هحط كده معلقتين من الكاكاو الخام. انا بستخدم هنا الكاكاو الخام الاسباني، ممكن تحط اي نوع موجود عندك. هقلب كده المكونات كلها مع بعض. هنا بقى انا بحب المكون ده جدا بس هو اختياري. آه، هنا بحط معلقة من القشطة الموجودة عندك في المحلات او في اي سوبر ماركت. هنا القشطة الدمياطي انا بحط معلقة منها واحدة بس، ممكن تستغني عنها خالص، يعني مش لازم تحطيها، بس انا بحب احطها علشان بتدي دسامة للبسكوت بتاعي ويبقى طعمه بجد زي يعني كأنك مشترياه من بره كده. شبيه جدا للسيجار، يعني في ناس بتعمل السيجار بالبسكوت مش بالعجينة نفسها، يعني فشبيه جدا للسيجار اللي بالمكسرات. هنا بقى هحط لها نص كوباية من الحليب، هنزل بيها شوية شوية على حسب نوع البسكوت بتاعك. في بسكوت بيبقى سميك شوية فبياخد كمية حليب أكتر شوية، في بسكوت بيبقى خفيف بياخد كمية أقل، فانت على حسب نوع البسكوت بتاعك والعجينة تحت ايدك. هعجن كويس، نخلي كل حبات البسكوت والفول السوداني مع بعض يندمجوا مع الحليب. الوصفة دي ممتازة بجد، لو عندك ضيوف ومستعجلة مش هتاخد منك 10 دقايق بالظبط هتحضريها، يعني بالظبط 10 دقايق. هو أنا بعملها معاكم خطوة بخطوة علشان تبقى سهلة وبسيطة وفي متناول إيدي. ممكن تحطي أي نوع من المكسرات، مش شرط فول سوداني الموجود عندك، يعني ممكن أي حاجة، ممكن سمسم برضو، بس أنا هنا حبيت الفول السوداني أحلى من السمسم شوية، يعني ممكن برضو التزيين هيبقى بالسمسم بدل جوز الهند. أهو كنت خلاص هنا أخدت نص الكوباية كاملة. انت هتنزلي شوية بشوية لحد ما تعرفي البسكوت بتاعك بياخد قد ايه. هنا بقى هشكلها، ممكن تعمليها كرات، ممكن تعمليها صوابع، انا هنا هعملها صوابع كلها. لو انت خايفة ان انت تعملي صباع اكبر من التاني ممكن تستخدمي المعلقة المعيارية او اي معلقة عندك ان انت تاخدي بيها نفس الكمية اللي هتاخدي بيها كل مرة، علشان تبقى الصوابع كلها شبه بعض وقد بعض.
اضغط ضغطتين كده واعجنها في ايدي والفها، وبعدين اعملها صوابع. اخلص كل الكمية كده اللي عندي اهو. هنا خلصت تشكيلها. هنا بقى معايا الشوكولاتة بتاعتي. ممكن تستخدمي شوكولاتة خام دارك او بالحليب. انا هنا استخدمتها بالحليب. اي نوع شوكولاتة موجود عندك، تعمليها حمام بخار او تحطيها في الميكرويف هنسيحها. انا تقريبا اكلت نصهم من قبل ما احط لها الشوكولاتة. وهنا كنا سيحناها خلاص. هحط لها معلقة من الزيت. الزيت هنا بيدي لمعة حلوة جدا للشوكولاتة. هقلبها كويس في بعضها علشان الزيت يمتزج مع الشوكولاتة بتاعتي. هنا بعد ما شكلت صوابع البسكوت، انا حطيتها في التلاجة قد نص ساعة كده او اكتر، براحتك يعني زي ما انت حابة تخليها، علشان تبقى هي ساقعة والشوكولاتة طبعا سايحة سخنة، فتمسك بسرعة. يعني الشوكولاتة هتمسك في البسكوتة بسرعة، وهتصفي الزيت بس، والباقي هيفضل موجود على البسكوتة عشان البسكوتة بتاعتي ساقعة. اهو هنصفيها على شوكة علشان ينزل الزوايد كلها بتاعتي، ما تبهدلش الدنيا معايا. اهو الزوايد الخفيفة بقى نقط كده صغيرة هي اللي بتنزل بقى بعد كده. اهو علشان هي ساقعة الشوكولاتة بتمسك فيها بسرعة. الزيت هنا مديها لمعة تحفة، يعني بجد شكلها جميل جدا وشهي. انا هخلص كل الكمية. هنا للأسف المقطع مجاش برضو، فانا هزينها قبل ما تنشف خالص. فانا هزينها بجوز الهند كلها. انت ممكن تعمليها على الجنبين بس، يعني على الاطراف كده، من الناحيه دي ومن الناحيه دي. فانا زينتها كلها في جوز الهند. وممكن تعمليها بالسمسم، ممكن بالفول السوداني او المكسرات، اي نوع مكسرات عندك من الجنبين. انا فضلت ان انا احط لها جوز الهند فيها كلها. بقى التزيين ده على حسب راحتك براحتك. يعني انا كنت مستعجله ان انا احطها، يعني حطيتها كلها كده مره واحده. اهو هنا بعد ما جهزت الصوابع جميلة جدا. وهنا كنت حطيتها في التلاجة وخرجت من التلاجة شكلها جميل جدا وشاهي وطعمها تحفة. اهو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب اذا عجبتكم الوصفة، وان شاء الله كده هتعجبكم، وتابعوا قناتي.